من عظم قدر السيدة ماريا في قلب زوجها وحبيبها سيدنا محمد قال للصحابة استوصوا بالمصريين خيرا علشان منهم السيدة ماريا. وأكتر واحدة غارت منها السيدة عائشة اللي هي أحب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لقلبه كانت السيدة ماريا، لأن هي خلفت طفل للنبي كانت جميلة، وغير كده كمان كان ليها مكانة عظيمة عند سيدنا محمد. النهاردة هنعرف قصة سيدة من سيدات مصر أرض التجلي، قصة السيدة ماريا القبطية. بس قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لنا لايك للفيديو عشان ده بيشجعنا إن احنا نكمل ونقدم حلقات أحسن، وتكتبوا لنا تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة والحلقات اللي عايزين نعمل عنها. يلا بينا. في مدينة اسمها أنصنة في المنيا، وبالأخص في قرية حفن أو قرية الشيخ عبادة دلوقتي، تتولد بنت اسمها ماريا لراجل مصري اسمه شمعون وأم يونانية، وكانوا مسيحيين عايشين في عاصمة الصعيد في الوقت ده اللي هي أنصنة، اللي هي كانت تاني أهم مدينة بعد الإسكندرية. أكيد البنت الصغيرة سمعت عن قصص السيدات المصريات زي إياه حطب اللي بعد ما جوزها مات في الحرب ما بخلتش على بلدها بابنها، ولما مات ابنها كان ممكن إن هي تخاف على ابنها التاني إن هو يموت في الحرب، بس هي خلته إن هو يدخل الحرب ويروحها وينتصر كمان عليه. ده غير كمان إن هي سمعت سير القديسات المشهورات جدا في الصعيد. المهم بقى مصر في الوقت ده كانت في صراع ما بين بيزنطة اللي كانت تابعة ليها، لأن كانت بيزنطة كانت عايزة تقلل من دور كنيسة القبطية اللي في الإسكندرية، فعلشان كده كانت بعتت حاكم من عندها وفي إيده السلطة الدينية والسياسية علشان يحد من كنيسة الإسكندرية. ويقال إن هو دمر عين أخو بطريرك الكنيسة القبطية، وبطريرك الكنيسة القبطية راح على الصعيد. المهم بقى السيدة ماريا القبطية وأختها سيرين راحوا على قصر الحاكم ده اللي هو كان المقوقس. في الوقت ده بقى كان سيدنا محمد عمل صلح الحديبية سنة 6 هجريا مع قريش، وبيه قدر ان هو يخلي فيه استقرار في علاقته مع قريش، ومن هنا قدر ان هو يدعو الى الرسالة بره حدود الجزيرة العربية، وبعت رسله للممالك المجاورة، وكان منهم مصر اللي بعت ليها الصحابي حاطب بن ابي بلتعة. المقوقس رد على سيدنا محمد برسالة وهدايا كتير، كان منهم السيدة ماريا القبطية واختها السيدة سيرين، وغير كده كمان كان معاهم عبد قبطي كان من معارفهم، وكمان كان معاهم أجود أنواع الأقمشة وعسل كمان من بنها. وفي الطريق كانت السيدة ماريا والسيدة سيرين حاسين بالحزن علشان هم هيسيبوا النيل، هيسيبوا عيلتهم وهيسيبوا أهلهم وهيسيبوا الأرض والزرع علشان يروحوا على صحراء وناس ولا يعرفوهم ولا حد يعرفهم هناك. بس حاطب بن أبي بلتعة قاعد يحكي لهم عن الصادق الأمين حبيب الله وأخلاقه وصفاته. المهم بقى بعد مشوار طويل راحوا هناك على المدينة، وسيدنا محمد اختار السيدة ماريا وأرسل السيدة سيرين لحسان بن ثابت اللي اتجوزها. سيدنا محمد بقى استأجر للسيدة ماريا بيت، وخلى العبد اللي كان معاها تحت أمرها، وخلى ليها يوم يروح لها، وكمان خلاها تلبس الحجاب زي باقي نساء النبي بأمر من ربنا. كان الرسول بيحكي لها عن قصة السيدة هاجر علشان ما تحسش بالوحدة وتحس ان كان في سيدة عظيمة زيها. اتمنت السيدة ماريا في الوقت ده ان هي تخلف، وفي الوقت ده الرسول في بعض الناس كانوا بيقولوا عليه ان هو ما بيعيشلوش ذكور، وكمان غير كده اولاده اغلبيتهم ماتوا وكانوا بنات، ما كانش فاضل بس غير السيدة فاطمة اللي كانت عايشة في الوقت ده. المهم ربنا امر ان يهب طفل للرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة ماريا. فرح جدا السيدنا محمد لأنه كان عنده في الوقت ده حوالي 60 أو 61 سنة، بس تطلع إشاعة تقلب جو الفرح ده لجو حزن كئيب. في ناس كانت بتقول إن السيدة ماريا حامل من العبد اللي كان معاها مش من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول يبعت سيدنا علي بن أبي طالب علشان يتحقق من الموضوع ده. ولما شاف العبد القبطي سيدنا علي خلع هدومه علشان يعرف إن تم استئصال أعضائه، ومن هنا الرسول هيشتري بيت للسيدة ماريا في العلية على أطراف المدينة، وكان عندها في البيت ده جنينة وزرع علشان ما تحسش إن هي في صحراء وإن هي في بلدها زي الزرع اللي في مصر. وغير الإشاعة اللي حصلت للسيدة ماريا كان في موقف صعب جدا مر عليها. فكانت السيدة حفصة استأذنت النبي إن هي تروح على بيت والدها سيدنا عمر بن الخطاب، وفي الوقت ده راحت السيدة ماريا على حجرة السيدة حفصة علشان النبي كان عايزها. فلما رجعت السيدة حفصة لقيت سيدة ماريا في حجرتها، والسيدة ماريا مشت، فراحت السيدة حفصة زعلت جدا من الرسول. فالرسول علشان يراضيها فقال الرسول ان هو مش هيقرب تاني للسيدة ماريا، واقسم لها على كده. ولكن ربنا نزل في السيدة ماريا
آية في سورة التحريم علشان يجبر خاطرها. المهم خلفت السيدة ماريا وكانت فرحانة جدا بالهبة اللي ربنا اداها لها، وكان معاها أختها سيرين اللي شاركتها الفرحة دي، والرسول سماه إبراهيم. وراح بيه الرسول على السيدة عائشة وقال لها شوفي إن الطفل ده شبهي. فرحت السيدة عائشة عينيها اتملت بالدموع وقالت مفيش شبه ما بينك وما بينه نهائي. فالرسول حس ان هو جرح السيدة عائشة ومشي. وفضل إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أعتق أمه السيدة ماريا عايش لحوالي 1.5 سنة، بس جاله حمى. وحاولت السيدة ماريا والسيدة سيرين ان هم يفكروا في الوصفات الطبية اللي كانت في مصر، بس قدر ربنا جه ومات إبراهيم ويدفنوا سيدنا محمد وهو بيبكي عليه. وكانت السيدة ماريا كانت بتحاول ان هي تسيطر على حزنها علشان ما تزودش حزن حبيبها سيدنا محمد. وعلى طول بعدها مفيش بكام شهر يموت الرسول صلى الله عليه وسلم. ساعتها السيدة ماريا هتقرر ان هي تعتزل الناس ما عدا اختها وتقعد في بيتها تتعبد لربنا. وساعة ما قلبها يفيض من الحزن والشوق تروح على البقيع علشان تشوف ابنها، او تروح تعدي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد 5 سنين من موت الرسول وجوزها وحبيبها سيدنا محمد تموت السيدة ماريا، ويؤمر سيدنا عمر بن الخطاب بتكفينها والصلاة عليها في المسجد المدينة وتدفن في البقيع جنب ابنها. زي ما شفنا السيدة ماريا ربنا اصطفاها علشان تكون زوجة لسيدنا محمد، وكمان ربنا وهبها من عنده ابن من سيدنا محمد، وبسبب كده تم رفع الجزية عن قريتها بعديها. دي قصة النهاردة، قصة سيدة من سيدات أرض التجلي. يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا الحلقات الجديدة بتاعت مصر أرض التجلي. مع السلامة.